ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم محمد ايهاب. يا ريت ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك في القناه وشير عشان يوصلكم كل جديد من الفيديوهات باذن الله. ولو حابين تحجزوا قراءه خاصه اتفضلوا تواصلوا معايا على الواتساب على الارقام اللي هسيبها لكم تحت في صندوق الوصف او في الديسكريبشن بوكس تحت، هتلاقوا الارقام موجوده باذن الله. تواصلوا معايا واعرفوا الاسعار حلوه جدا واي حد يقدر ان شاء الله ان هو يعملها باذن الله. يلا كده نسمي الله ونقول بسم الله الرحمن الرحيم، وتعالى يلا نشوف الطاقات بتاعه البرج الجدي بإذن الله، العملية والعاطفية والصحية إن شاء الله. يلا كده ادعمني بلايك وتعالى نشوف الطاقة العملية لبرج الجدي. الطاقة العملية لبرج الجدي ظاهرة معانا. بالنسبة لبعض مواليد برج الجدي هنا شايفهم ان هما ممكن يكونوا في العمل، شايفهم شوية ان هما ممكن يكونوا مراقبين وضع معين في حاجة معينة. مواليد برج الجدي هنا ممكن يكونوا مراقبينها في الوقت الحالي، او مثلا ممكن يكون الحاجة دي شغلاهم في الوقت الحالي او مخلياهم بيعيدوا النظر في العمل، في صحابهم، في الناس اللي حواليهم، في إعادة نظر هنا عند برج الجدي في العمل أو في الشغل أو في الماليات بشكل عام. بشوفهم في الوقت الحالي ممكن يكونوا بيراقبوا في الوقت الحالي حاجة معينة عندهم في الشغل، أو مثلا ممكن يكونوا عايزين يهربوا من المسؤولية أو عايزين يهربوا من حاجة معينة. الحاجة دي ممكن تكون بتجيب لهم أذى، أو الحاجة دي مثلا ممكن تكون بتضر برج الجدي في حاجة معينة. باشوفهم كمان إن ممكن يكونوا في الوقت الحالي عندهم يأس أو فاقدين الأمل في حاجة معينة في العمل أو في الوضع المالي. في كمان قرار معين عند برج الجدي عايز ياخده الفترة ديت، أو في حاجة معينة عند برج الجدي شاغلة باله، أو هو دلوقتي ممكن يكون في وضع منافسة. في ناس كتير بتنافس برج الجدي في الوقت الحالي، فأنا شايف إن برج الجدي متوتر أو خايف، ولكن مثلا ظاهر للناس أو هو بيظهر للناس إن هو مش خايف ولا في حاجة بتهز برج الجدي. ولكن أنا بشوف إن هو ممكن يكون متوتر أو ممكن يكون في حاجة مضايقة برج الجدي على الصعيد المالي أو على الصعيد العملي. أتمنى لكم طبعا التوفيق لكل مواليد برج الجدي، وتعالي يلا نشوف الطاقة العاطفية. الطاقة العاطفية عند برج الجدي، تعالوا يلا كده نشوف عاملة ازاي. اللي ظاهر معايا هنا في الطاقة العاطفية عند برج الجدي ان هو ممكن يكون في الوقت الحالي في فكرة معينة عايز يعملها برج الجدي، ولكن مش عايز مثلا ممكن يكون يعرف أسرته، مش عايز مثلا يعرف الشريك بتاعه أو الشخص اللي هو معاه في العلاقة في الوقت الحالي. ممكن كمان هنا برج الجدي في الوقت الحالي بيصد الشخص اللي معاه، أو ممكن كمان في الوقت الحالي عنده زي طاقة صد، طاقة مثلا إيه، شوية باشوفها يعني قلب الترابيزة شوية. فكل مواليد برج الجدي سامحوني الحقيقة، ولكن أنا باقول الحاجات اللي قدامي. ممكن يكونوا في الوقت الحالي عايزين مش شايفين مثلًا تصرفات الشخص اللي معاهم مثلًا مش مساعداهم، أو تصرفات الشخص اللي معاهم مثلًا مدّي لهم إحباط أو بينافسوهم، أو مثلًا دايمًا بيوجّهوا الاتهامات لبرج الجدي، والحاجة ديّة مثلًا برج الجدي ما بيحبهاش، فهو زي ما يكون بيدافع عن نَفْسه، بيدافع مثلًا عن كل الاتهامات اللي بتتوجه له، وشايف مثلًا اللي قدّامي هنا إن برج الجدي بيتقل شوية، أو مثلًا مش عايز يعرّف الناس اللي قدّامه أو الشخص اللي معاه مثلًا إن كل الكلام اللي هو أو الاتهامات اللي هو بيوجّهها لشريك له إنها تهمه أصلًا. هو شايف إن كل الحاجات ديّة مش هامّاه، أو كل الأوضاع ديّة مثلًا مش بتهم برج الجدي. باشوفه هنا ممكن يكون في الوقت الحالي واخد استراحة محارب، أو هو دلوقتي مثلًا ممكن يكون عايز ينعزل عن كل الناس اللي بتحبطه، أو عايز ينعزل عن كل الناس مثلًا اللي هي بتضايق برج الجدي في الوقت الحالي.
فاللي باشوفه كمان هنا برج الجدي على فكرة بيحب الشخص اللي معاه، ولكن هو شايف إن تصرفات الشخص اللي معاه في الوقت الحالي ممكن تكون مش مناسبة، أو مثلًا ممكن تكون بتحطّم أو بتضايق برج الجدي. فأتمنى طبعًا لكل مواليد برج الجدي التوفيق والخير بإذن الله. تعالوا يالّا ننتقل للطاقة الصحية بإذن الله. إيه الطاقة الصحية لبرج الجدي؟ تعالوا يالّا بإذن الله نتكلم عنها دلوقتي. إيه اللي ظاهر معايا هنا من طاقة برج الجدي معايا؟ إن هو ممكن يكون في الوضع الصحي شوية، ممكن يكون مش مهتم بصحته، ومش مهتم بصحته جدًا، جدًا يعني. اللي ظاهر معايا هنا إن هو على فكرة بدأ يرفع الاهتمام عن نفسه، بدأ دلوقتي مركّز مع ناس معيّنة أو ناس مثلًا ما تخُصّش شوية برج الجدي أو مثلًا الأطراف اللي حواليه، ويهمل صحته هو. فأنا شايفك يا برج الجدي ممكن تكون دلوقتي عندك أرق، ممكن تكون مش بتنام، بتفكّر كتير يا برج الجدي. فاللي ظاهر معايا هنا إنك كمان ممكن تكون منتظر ورقة، أو في ورقة شاغلاك، أو في حاجة معيّنة يا برج الجدي شاغلاك، أو الحاجة دي مثلًا مخلّياك في الوقت الحالي مُرهق أو تعبان نفسيًا. حتى كمان الوقت اللي أنت كنت بتستمتع بيه، أو الوقت مثلًا اللي أنت كنت بتترفّه فيه يا برج الجدي، شايفك إنك ممكن تكون في الوقت الحالي ما بقاش عندك وقت إنك تقضّيه، أو بقى كل حياتك في الشغل أو إنك تهتم بالناس اللي حواليك وما أنتش مهتم بنفسك خالص يا برج الجدي. فحاول شوية إنك تهتم بنفسك، تهتم بصحتك، بوضعك بشكل عام، أو وضعك الصحي أكتر يا برج الجدي، وبإذن الله أمورك هتبقى كويسة إن شاء الله بتوفيق ربنا بإذن الله. أتمنى طبعًا التوفيق لكل مواليد برج الجدي. إن شاء الله أشوفكم فيديوهات تانية كتير. ما تنساش اللايك والاشتراك في القناة لو مش مشترك، وبإذن الله لو حابب تشوف بقية الأبراج هتلاقيها موجودة في قائمة الإنشاء بإذن الله. أشوفكم إن شاء الله في فيديوهات تانية كتير.